السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. وحشتوني جدا جدا. الفيديو ده طبعا مهم جدا جدا لدفعه 2026 ودفعه 2027. طبعا قبل ما تدخل الكليه لازم تبقى فاهم انت داخل على ايه. ما ينفعش تدخل الكليه لمجرد ان انت بس بتحبها كده او لمجرد ان انت عندك شغف للكليه ديت. لازم تبقى فاهم فرص الشغل الكليه ديت بعد التخرج هتبقى عامله ازاي. هل هتلاقي فرص شغل لما تتخرج ولا لا؟ طب هل ليها فرص سفر حتى لو عايز تسافر بره؟ لازم تبقى فاهم كل التفاصيل عن الكليه ديت. فانا هوفر عليك الموضوع ده كله وجايب لك كليات. مش هقول لك مثلا الكليات دي ملهاش مستقبل، لا الكليات دي لها طبعا مستقبل، ولكن المنافسه بقت صعبه جدا جدا عليها. طبعا مفيش كليه ملهاش مستقبل. اي كليه ايا كان لو دخلتها وطورت من نفسك فيها واشتغلت على نفسك كويس جدا فيها هتطلع طبعا هتشتغل وهتبقى كويس جدا. لكن بقول لك ان الكليات دي فرص العمل فيها مش احسن حاجه، وفرص السفر برضو مش احسن حاجه. انت طبعا مش هتحب ان انت تخش كليه وتطلع بعد ما تتخرج ما تلاقيش مثلا شغل، او تتمرمط وتتعب جدا عبال ما تشتغل شغل بمرتب مجزي نوعا ما. وبس كده. طبعا قبل ما نبدا الفيديو، لو انت دفعه 2027 اجري خش جروب التليجرام، هنزلك عليه طبعا كل حاجه تخص ثانويه عامه، سواء كان كتب، ملخصات، نصايح، كل حاجه. هتخش جروب التليجرام ازاي؟ خش على القناه هتلاقي فوق كلمه الاشتراك كده اللينكات دي هتلاقي فيها جروب التليجرام وهتلاقي فيها رقم التيم. خش بسرعه وتعالى كمل الفيديو تاني ونقول بسم الله. نبدا بكليه احلامي اللي كانت يعني كليه احلامي، كلية طب أسنان. الكلية دي يا شباب العدد زاد فيها بشكل رهيب جدا جدا، ولغت طبعا كل الكلية طبعا اللي هقولها ديت التكليف بتاعها ملغي، ملهاش تكليف. يعني ايه التكليف بتاعها ملغي؟ يعني مش هتشتغل في مستشفى حكومي او حاجة حكومي، اي حاجة حكومية مش هتشتغل فيها، بسبب ان المستشفيات الحكومية اكتفت طبعا بسبب العدد الكبير جدا. يعني هتعتمد ان انت تفتح عيادة خاصة او مثلا حاجة خاصة بيك انت اللي هتفتحها، مش هتشتغل في مثلا في مستشفى حكومي او حاجة زي كده. فكلية طب الأسنان العدد زاد فيها جدا جدا جدا، المنافسة فيها بقت صعبة جدا جدا جدا. ده غير كمان تكاليف انك تفتح عياده. ما تخلص سنين الدراسه بتاعتك عشان تفتح عياده، الموضوع ده صعب جدا جدا، لان تكاليف الاجازه غاليه جدا جدا جدا، وانت طبعا هتكون لسه متخرج فالموضوع هيبقى صعب. ممكن مثلا تشتغل سنتين 3 4 عشان تقدر تفتح عياده. ممكن بعد ما ربنا يكرمك وتفتح العياده بتاعتك تلاقي ان الشغل مش احسن حاجه برضو، ومحتاجه طبعا كورسات وتدريبات وفلوس. وعايز اقول لك ان الكليه دي من اكتر الكليات المكلفه اثناء الدراسه. تحتاج تجيب بوكسات كده بمبالغ زي ب 25000 وب 30000 انت بتحتاجها بتشتغل بيها عملي. يعني لو انت مقتدر الكليه دي طبعا مش هقول لك ملهاش مستقبل، لا الكليه دي جميله جدا 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 لو انت هتعرف تميز نفسك فيها. عشان تعرف تنجح في اي كليه فيها عدد كبير من اللي انا هقولهم دول لازم تميز نفسك. يعني تدرس مثلا حاجه جنبها، تعرف تبقى عندك، يعني لازم يبقى عندك مهارة تميز نفسك بيها في وسط المنافسة القوية دي وفي وسط العدد الكبير جدا ده. فهنكرر تاني، احنا ما بنقولش الكليات ديت مالهاش مستقبل، لا طبعا الكلية لها مستقبل، ولكن احنا بنقول ان العدد فيها كبير جدا، ان المنافسة فيها قوية جدا، ان التكليف بتاعها ملهاش تكليف. يعني مثلا مش هتطلع تشتغل في مستشفيات، في عيادات، يعني في مستشفيات حكومية او حاجة زي كده. وطبعا حصل فيه مشاكل كبيرة جدا عن موضوع التكليف ده في دفعة 2023. هم لغوا التكليف عن دفعة 2023، وهم طبعا كانوا في الكلية داخلين الكلية ومفروض ان الكلية لها تكليف، وهم في سنين الكليه لغوا موضوع التكليف دوت قبل ما يتخرجوا. يعني فحصل مشاكل كتير جدا، وانت لو بحثت عن الموضوع ده طبعا هتلاقيه. طبعا تاني كليه معانا كليه اللي انا فيها كليه صيدله، ولكن خلي بالك فارما دي مش كلينيكال. صيدله عندنا قسمين، قسم كلينيكال وقسم فارما دي، وهقول لك الفرق بين الاتنين لو انت عايز تخش صيدله. الفرق بينهم طبعا ان انت في كلينيكال بتدرس مواد بشري اكتر، بتميل للامراض اكتر، بعيد عن الفارما دي ان انت بتميل للكيمياء اكتر والتصنيع الادويه اكتر. طب ايه الاحسن فيهم؟ والله كلينيكال تقدر تشتغل في مستشفيات خاصه عادي جدا، تقدر تسافر وفرص السفر بتاعتها كويسه جدا جدا. اما فارما دي مقتصره تقريبا على الصيدليات بس، ممكن مصانع الادويه. اما كلينيكال تقدر تسافر، تقدر تشتغل في مصانع ادويه، شركات ادويه، مستشفيات مثلا خاصه او اي حاجات زي دي كده. عدد الصيادله اللي كلينيكال طبعا مش كتير مقارنه بفارما دي. احنا مثلا في كليتنا في كلينيكال حوالي 350 واحد، وفارما دي حوالي مثلا 1000 او اكتر من 1000. يعني هم كاسرين 1000. فانت بقى بتحسب بقى على كل الكليات وكل الجامعات وكده يعني. وطبعا يا شباب الاعداد زادت في الكليات ديت او الكليات الطبيه بسبب طبعا الجامعات الخاصه والجامعات الاهليه. هم اللي زودوا عدد الطلبه كتير جدا جدا، بسبب ان مثلا ممكن تلاقي طب اسنان في جامعه خاصه بتاخد من 70%، فبالتالي العدد بدأ يكبر، وبتتخرج برضو بتشتغل زيك زي الحكومي. طبعا زاد العدد بسبب الموضوع ده، وبالتالي التكليف اتلغى. تالت كلية معانا الا وهي العلاج الطبيعي. طبعا كلية العدد فيها زاد مقارنة بالسوق بتاعها. طبعا النجاح بعد التخرج من الكلية دي لازم يبقى عندك علاقات مع اطباء، ولازم يبقى عندك خبرة عشان تفتح برضو عيادة خاصة. هتلاقي الموضوع معاك مكلف نسبيا. فاحنا برضو بنعيد للمرة الثالثة، احنا بنقولش على الكلية وحشة، لان انا عارف هيبقى عليا هجوم كتير جدا على الفيديو دوت، لان انا نفسي لما كنت عايز اخش طب اسنان وبدات ان انا اسمع الحاجات دي عنها ما كنتش
كنتش مصدقها بسبب ان بتبقى شغفك وحبك للكليه ديت عميك عن اي حاجه، هتقول عادي انا عايز اخشها عادي، طبعا مش فارقه معايا اي حاجه. ولكن لو فكرت بعقلك هتلاقي الموضوع فعلا انا مش هخش 5 سنين وسنه امتياز او 6 سنين كلهم على بعضهم ومصاريف واتعب اهلي واتعب نفسي في الاخر ما اشتغلش يعني في الاخر، او اشتغل بصعوبه او اتمرمط سنتين 3 قبل ما اشتغل. ف فانت يا شباب لو عندك حد مستعد يصرف عليك حتى بعد ما تتخرج، خش الكليات ديت عادي جدا، ما تكملش الفيديو اصلا، الموضوع ده كله مش هيفرق معاك. رابع حاجه معانا الا وهي التمريض في مصر هنا ام الدنيا طبعا. التمريض ليه تكليف، ليه تكليف والطلب عليه موجود، ولكن مرهق جدا 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 وعدد ساعات طويله، وبرضه مش مرتب مجزي في مصر هنا. مرتبات التمريض هنا في مصر مش احسن حاجه خالص مقارنه بان انت لو سافرت بره بتلاقي مرتبات كويسه جدا جدا جدا. طبعا التمريض من احسن فرص السفر، طبعا هو الطب البشري من احسن فرص السفر، فانت ممكن تسافر بسهوله جدا جدا. كليه التمريض انا شايفها كليه كويسه جدا جدا، ولو في دماغك ان انت تسافر فخد الخطوه ديت، انا شايف ان الكليه دي هتبقى مناسبه ليك جدا جدا. ولكن في مصر هنا هي طبعا ليها تكليف وكل حاجه، ولكن المرتبات مش احسن حاجه، مش هتبقى مجزيه بالنسبه لك. الشفتات اللي انت هتقعدها ل 12 ساعه ولا 24 ساعه والارهاق طبعا، يعني معظم شغل المستشفى اساسا بيبقى معتمد على التمريض او الممرضين، الدكاتره ما بيعملوش حاجه قد كده يعني. فلو انت حابب تبقى ممرض خش يا معلم وسافر وهتدعي لي. رقم 5 معانا كليه العلوم الصحيه. الكليه دي فيها تخصصات ممتازه جدا جدا، فيها تخصصات تقريبا ملهاش شغل. فعشان تخش الكليه دي لازم تبقى دارس التخصصات كويس جدا، عارف او محدد كويس جدا جدا انت داخل ايه او ناوي على ايه عشان تعرف تشتغل. دول طبعا كليات الطبيه، في شويه كليات تانية انا كاتبهم هنا برضو نقولهم بالمره عشان لو حد مثلا ناوي يخشهم او حاجه. كليه التجاره طبعا عدد كبير جدا 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 جدا. كليه الخدمه الاجتماعيه وكليه الزراعه، ولكن خلي بالك كليه الزراعه بعد التخصصات، لا كليه الزراعه فيها تخصصات حلوه جدا 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 جدا، ولكن خلي بالك في بعض التخصصات ملهاش شغل في مصر هنا. وايه تاني يا معلم؟ كليه التربيه. كليه التربيه برضو بعد التخصصات، التربيه بعد التخصصات. وكليه السياحه والفنادق، وكليه الدراسات الانسانيه. كليه الدراسات الانسانيه ان شاء الله انا ناوي اعمل سلسله للكليات، نمسك كل كليه بقى نفصصها بقى في فرص الشغل بتاعتها وفرص السفر بتاعتها، تخصصاتها تخش ما تخشش ايه، فلوسها بعد التخرج طبعا اهم حاجه. عايز اعمل السلسله دي بس مش عارف اعملها امتى، ولا مش عارف والله الصراحه اعملها امتى. فاكتبوا لي في الكومنتات لو انتوا حابين الموضوع دوت ان انا اعمله. وطبعا لاخر مره هقولها، الكليات دي كليات كويسه جدا لو انت عندك حد يا شباب بيصرف عليك ومستعد ان هو يصرف عليك بعد ما تتخرج لعند ما تقف على رجلك كده يعني، وتبني كاريرك ومستقبلك بنفسك. اما لو انت مش مقتدر والدنيا معاك صعبه شويتين، انصحك ما تخش الكليات دي، ما تمرمطش نفسك، ما تمرمطش اهلك معاك. هتضطر ان انت وانت بتدرس تنزل مثلا شغل واتنين وتلاته، الموضوع هيبقى معاك صعب زي ما شفنا ناس كتير. طبعا ربنا يعيننا كلنا ويكرمكم يا رب. ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الطلاب، اشتراك في القناه لو مش مشترك، خش جروب التليجرام لو 2027. انا بتكلم بسرعه مش عارف ليه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.